الجول ديال الوهران اللي تحقق في الدقائق الاخيره. كيفاش تقيم المباراه بصفه عامه وهذا لا فيكتوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء نحمد ربي على الفوز هذا نشكر اللاعبين على واحد الثانيه اللي كانت عندهم. فيما يخص اللقاء كان صعب وكان مرتقب انه يكون صعب لانه كان مع فريق سجل قبل اليوم 15 14 هدف، فريق عنده هجوم قوي، عنده فنيات قويه غير اللاعب الليبي ساميه، وعنده فريق يعني قوي جدا في الكرات الثابته خاصه في الكورنر لي كوفرون. دونك حنا كنا متوقعين هذه الصعوبه، حضرنا اللاعبين صعوبه وقلنا لهم انهم يلعبوا بكل هدوء وما يتقلقوش ويبقاو يلعبوا الكره الى اخر اللحظات. كنا تكلمنا وقلنا ربما تجي الفوز في اللحظات الاخيره وهذا ما حدث والحمد لله. اللاعبين ادوا عليهم وهذا الفوز ان شاء الله يعين انتصارات واحتراف المستوى. شيخ، كانوا عندك 4 جوار بليسي قبل الماتش وزدت بليسه لك اميري مليكا، ما تخلطتلكش شويه الاوراق ابري هذه بليسه؟ الفريق يضم 24 لاعب وفي اي لحظه يقدروا يستعملوا اي لاعب ونعيطوا على اللاعب لازم يكون موجود. حقيقه كاين بعض اللاعبين اساسيين لما يغيبوا التحصيل تاعهم ومتخوفين من غياب العياده لانه 7 مباريات كان محور الدفاع العياده مع العيفاوي. هذاك التغيير تخوفنا منه الى انه مثلا ادى مقابله في المستوى نشكر على ذلك. فيما يخص الاصابات اللي وقعت اثناء المباراه يعني لازم علينا نديروا تغيير، وحنا كنا حضرنا لاعبين كمثال ضياف كنا حضرنا معنويا باش يكون عنده دخول، وكان عنده دخول مع اللي عنده 7 مقابلات ما لعبش. انا كان عندي ليا دخول مقبول جدا ونشجعوه باش يزيد يعمل ويواصل، وكل لاعبين يقدروا يستعملوا في اي لحظه لازم يقدروا جماعه شو واحد يعطيك الصحه شيخ. شيخ واش تقولنا على المستقبل تاع الفريق ابري الله بك؟ المستقبل تاع الفريق اليوم حقق فوز مهم جدا، 3 نقاط تسمح لنا باش نعملوا في هدوء في تركيز جيد. راح نحضروا الفريق تاعنا للمباراه المقبله راح تكون على الجمعه والمباريات الاخرى. كل المباريات راح تكون صعبه، بطولة القسم الأول ما يشبه ولا سهلة، كل مباريات صعبة ما علينا غير نحضروا روحنا وننتظر من المحيط تاعنا كامل إدارة ومشجعين الأنصار تاعنا أنهم يساندوا الفريق ويشجعوه، لأنه كرة القدم فيها فايز وفيها منهزم وفيها تعثرات. لما نتعثر لما نكون في صعوبة ثم نشوفوا الناس اللي يساندونا ويوقفوا معنا نتمنوا يكونوا معنا. عندنا فريق نقدروا ما نخافوش على الفريق تاعنا، السنه ان شاء الله يلعب لنا في هدوء. شيخ كانوا يهضروا على الصعوبات في ملعب تشاكر، عاونونا براكني شفنا فريق فاز بصعوبه ما ماناش نشوفوا مشكل في الملعب. انا نظن ارضيه الميدان ماهيش مشكل، براكني بالك ربما لانه بعض اللاعبين متعودين عليه. الى انه نقول لك هي لما تلعب ماشي ميدان، هو المنافس، فريق منافس يكون قوي يحب في الكازون ناتورال ولا في الكازون ارتيفيسيال، الفريق هذا قوي. دونك تبقى لي روبير بالتدريب راح نتعودوا عليها. ملعب براكني ربما مساعده كبيره يساعدنا فيها هو قرب الجمهور من اللاعبين وحثهم على بذل اكثر مجهودات. هذه هي واش كاين اضافه بارابور تشاكر. لما يكون عندك فريق متمكن قوي جدا فنيا ملعب تشاكر راح يكون احسن لكره القدم. شكرا. في